مساء الخير، انا خالد خليل وده فاهم وده ايه؟ افتح ايدك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جبتها منين دي صحيح؟ امتى اول مره عملتها؟ بص، الدخله دي اصلا في حياتي، يعني انا في شغلي، في اموري، في التفاصيل دي في حياتي موجوده. يعني انت تلاقيني مثلا لو دخلت الشغل لازم في لازمه، ففجاه السلام عليكم فلاقيني موجود. انا مش من الناس اللي بتتحشر في حته معينه، انا بحب ابقى براحتي. بيوت البايلات يا جماعه، طبعا. انا ما مش عامل اسبوع. الحمد لله، والله الحمد لله، انا حاسس ان الحمد لله. ايه اللي شايل دماغك اليومين دول؟ الجواز. ماله؟ عشان امي بس. عشان هي تشوف الحوار ده فلازم تبقى عارفه ان اصل حته ان انت ولد وحيد واخواتك بنات واتجوزوا الحمد لله باقي حد، فانت المفروض تتجوز. واحنا صعايده فنتجوز في 20 1 2 23، فانت داخل في ال30 وما اتجوزتش، فانت ايه اللي انت بتعمله ده مان؟ بيع اعضائك واتجوز، مش مهم، المهم انك تبقى متجوز عشان سرو العيله. والله بس انت بتكره المفروض قوي. بص، اكتر حاجه اكرهها في حياتي ان المفروض يحصل كده. يعني انت لو جيت قلت لي من الافضل يحصل كده هتقبله، هفهمك. المفروض يحصل كده دي بالنسبه لي بني ادم اللي عملها، طالما بني ادم اللي عملها انا كمان اقدر اعملها بالطريقه اللي تناسبني. هو عملها عشان دي كانت تناسبه بالطريقه دي، اشتغل 20 ساعه عشان هو كان يقدر يشتغل 20 ساعه، قوته تقدر تخليه مركز 20 ساعه. انا لو اشتغلت 20 ساعه ممكن ما اقدرش انتاجيا، ممكن ما اقدرش اشتغل زي 8 ساعات. اتكلمنا عن الضرايب. استنى هي مش دي مش هتفرق. الضرايب دي، لا. الضرايب في الحياه انا بشوفها ان هي زي بالظبط النفس اللي بتاخده، طول الوقت بتدفع ضرايب، طول الوقت خدت قرار ليه ضريبه، طول الوقت خدت قرار انك تشتغل كتير ليه ضريبه، ان انت مش قادر تشوف حياتك كويس، خدت قرار انك تعيش حياتك وتتمتع، قصادها مش هتقدر تشتغل كتير. انت لو امنت باختياراتك ورضيت بيها والحمد لله، فانت هتلاقي نفسك المشاكل اللي بتحصل لك او الايجابيات او السلبيات دي ضرايب، لا تتجزأ من الموضوع طول الوقت. خلينا كلنا متفقين ان الضرايب هي نتائج الافعال المتوقعه. عشان فادي لو شلنا اسمك وشغلك فاضل لك ايه؟ تبقى مين؟ على فكره لا، لو شلت اسمي والشغل يبقى مين؟ لو مش هتتكلم عن الحاجتين دول فاضل. انا لا يا مان، انا الجزء اللي هيبقى لي اهلي حياتي بعد كده. يعني لو شلت اسمي وشغلي هيبقى اهلي. انا ضغطت حياتي شغل، انا اوريدي بشتغل وانا صغير، بس اتخرجت وانا بشوف اهلي في السنه شهر متقطع لحد مثلا من سنه. فانت لو شلت ده فانت رجعتني لفتره صعبه جدا. كانت عامله ازاي؟ يعني هديك مثال بسيط، انا ايام الجامعه كنت بشتغل في جيم من الساعه 12 للساعه 8 الصبح، وبخلص بروح شغل عتاله تشتغل مثلا 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، ممكن يجي لك يوميه تخلص على الساعه 2. اروح الجامعه ساعتين 3، يبقى اللبس معايا، يعني كل لبس حاجه معايا، يعني معايا شنطه بروح الجيم بلبس الجيم، اروح الشغل اغير لبس العتاله، رايح الجامعه اروح مغير لبس اللي هو الخروج العادي. وهم اصلا كانوا طقمين، يعني كنت بروح اغسل على مصر. فتروح هناك فانت تلاقي نفسك رحت قعدت الساعتين 3، روحت الساعه 4 5، نمت، صحيت الساعه 12 عشان اروح الشغل. ما كانتش حياه. انا في الجامعه ما كنتش بذاكر عشان ما كانش عندي وقت اذاكر، برغم كل ده كنت بستلف فلوس وجمعيه طول السنه عشان مصاريف الجامعه وحاجات كده يعني. وفي مره ما اقدرش ادفع القسط فامي تديهولي، بعد كده نخصمه، تشيل بقى حياتي والشغل. يا نهار اسود. هل يمكن الضرايب جت من هنا كفكره؟ الضرايب لو جينا نحسبها بتدفع من زمان قوي قوي يعني. هم بتقعد الصبر، ما تشيل الشنطه دي حطها على الارض واقعد راحتك مهمه يا مان. لدرجه انا ما كنتش فاهم يعني ايه ضرايب، فكنت متمرد. انا كنت استاهل عيشه احسن من دي، كنت استاهل اهل احسن من دول، كنت استاهل صحاب افضل من كده، انا كان المفروض اعيش في حته احسن من كده، انا كنت محتاج اخواتي يبقوا مش عارف ايه، انا ليه اخواتي بنات كلهم، انا كنت عايز حد شاب راجل صاحبي اروح واجي واعمل معاه. اكتشفت ان مفيش حد بيحبني في الدنيا قد اخواتي وحن عليا. اهلي هم دول اهلي اللي كانوا المفروض يبقوا موجودين، عشان هم اللي بيدعموني وهم اللي مؤمنين بيا وهم اللي شايفين ان انا صح. حياتي كانت لازم تبقى كده عشان اتعلم، عشان لما ابقى هنا ابقى بعرف اتعامل. فكنتش فاهم ان هي ضرايب، كنت فاهم ان هي عقاب. كان دايما
بيوديني للحته اللي انا مش عاجبني. ضحيه. كنت بعيش دور الضحيه قوي. هل اكتشافك المصطلح او تطويرك ليه غير مفهومك عن اللي حصل لك؟ يا لهوي طبعا، لما فهمت ايه معنى كلمه ضريبه فهمت انا كنت هنا ليه. هديك مثال، هات لي اكتر ناس عاشت في رفاهيه في العالم، ولادهم فرضا هم 100 واحد، كام واحد منهم مؤثر في الحياه؟ نسبه اقل من الناس العاديه بقد ايه؟ تقريبا. كونك غني غالبا ابنك هيفشل، عشان هو ما اتعلمش ان هو يدور على الحاجه اللي هو عايزها. هو بيلاقي كل حاجه متاحه فبيكبر هو مش عارف هو عايز ايه، هو معاه كل حاجه. الفلوس كمان، الفلوس هي عاميه الناس. الفلوس مخليه ان السعاده انت حسابك كام في البنك، وده كلنا بندور عليه. يعني انا لو كان اتقال لي ده في وقت من الاوقات كنت انت موترني قوي. يعني خليك تمام، المفروض ماليش دعوه بيك، انت تمام. بس تمام. انا زهره تمام زي ما انت مسؤول. بسم الله. اقعد قط واتدلت وده. بمناسبة الفلوس، كان في حد بيقول لي ان الفلوس لو خرجت من قلبك وبقى مكانها جيبك هو ده مكانها الصح. مشكلة الناس دلوقتي ان الفلوس هي المين بتاعها، تبيع اشخاص عشان فلوس، تحقق نجاحها بتارجت الفلوس. عادي جدا انك تلاقي واحد صاحبك غدر بيك عشان مصلحة فيها فلوس، عادي جدا انك تلاقي حد بيخون حد عشان فلوس، عادي جدا ان حد بيكون قايس نجاحه كله على الفلوس، مش على انه عمل حاجة لها قيمة او لا، على انه اشتغل حاجة بيحبها ولا لا. الفلوس مهمة بس مش كل شيء. غير بقى حوار الفلوس ده لان احنا اتكلمنا عنه كتير في الحلقة بتاعت الفلوس. ايه اكتر حاجه بتفاجئ الناس لما يعرفوك بجد؟ انه ما بيعرفونيش. ان هما بيختفوا. انا شخص بيكره المكالمات وبيكره الشات وبيكره الروتين، ان حد يبقى موجود طول الوقت وانك انت المفروض ترد طول الوقت وان انت المفروض تتشات طول الوقت وان انت المفروض تبقى موجود طول الوقت مع ناس في حياتك عادي في ليفل معين. دي حاجة بالنسبة لي صعبة جدا، يعني أصعب من الحياة. حوار إنك لازم تعمل كذا ما بتحسهاش أصلا. مشكلتك في الموضوع في الكوميتمنت، يعني اكتر حاجه الناس بتتفاجئ بيها لما يعرفوك كويس انك مشغول جدا. هم ما بيصدقوش، يعني من كتر ما أنا مشغول هم ما بيصدقوش، من كتر ما أنا ما عنديش وقت هم ما بيصدقوش، بيفتكروني بتهرب. أيا كان مين بيعمل إيه، اللي يعرفني كويس يعرف أنا ما بتهربش من حد. يعني أنا آخر حد في الدنيا ممكن يحط حجج عشان يتهرب من حد. اكتر كومنت بيجي لي لما حد بيقرب مني ان انت بتاع شغل، ان انت كويس شغل، ان انت بتاع شغل. انا بس عايز احقق حاجه انا مؤمن بيها، انا بس عندي مبدا في حته معينه انا مش هكسره. انا عندي مبدا ان في 1 2 3، انت مآمن لحد 100 انا مآمن لحد 3 يقينا بمبدئي، يعني فاهم. جربت امشي ورا الناس، لقيت ان الناس مغميه عينيها وماشيه، بس في حد ماشي قدام، بيقف هم بيقفوا، بيمشي هم بيمشوا. كلنا متفقين ان احنا مخيرين ومسيرين، بس مش كلنا متفقين ان احنا نغمي عينينا. اتكلمت عن ده في حلقه صح؟ ولا مره؟ ايه من طفولتك عايش جواك وبيظهر دلوقتي؟ مش عارف، بس انا ممكن اقول لك حاجه بتظهر دلوقتي. بحقق حاجه كنت بتمناها وانا صغير، اني انا كنت حاسس وانا عندي 30 سنه هيبقى عندي مشاريعي، هيبقى عندي تفاصيل كتير قوي. من وانا صغير عمري ما كنت ظابط، يعني كنت عايز ابقى ظابط بقى، ولا عمري كنت عايز ابقى طيار، ولا كنت عمري عايز ابقى مش عارف ايه ولا الكلام ده. كان طول الوقت عايز ابقى خالد خليل. ايا يكن هو ايه البتاع ده، مش مهم خالد خليل بيبيع ايه، بس كنت حاسس ان انا هبقى خالد خليل. بس ما كانش طموحي ان انا ابقى باشمهندس فلان ولا دكتور فلان، ولا وانا بدرس كنت عايز ابقى شخص متعلم بس، مش لتارجت قدام، والعب الحياه بالطريقه اللي تناسبني. يعني مفيش مرحله جت في حياتي كانت بتقول ان المرحله اللي بعدها ده السياق بتاعها، ده السكريبت. كل مرحله بتقول ان هي اتولدت دلوقتي، تسهيل من عند الله، هو بيصرف لنا حاجات احنا مش فاهمينها. مرحله عمري في الطفوله لو حكيتها لك انت عمرك ما هتتوقع ان هي مرحله عمري في اعدادي. يعني وانا في ابتدائي عمري ما كنت اتوقع ان ده في ابتدائي هو انا. في ثانوي عمرك كنت تتوقع ان الشخص اللي كان في الاثنين دول، وهكذا وهكذا وهكذا. فطول الوقت شخص مختلف، ودي بحسها مش شطاره مني، كرم من عند ربنا، فبتلاقيها متيسره. عشان كده ما بخافش ان مين يمشي ومين يجي، لان هي مش بتاعتي ولا بتاعته، هي بتاعت ربنا. هو رزقه خلص مشي وانا ربنا معايا. مبدأ ان ربنا بيحبك لما تحسها وتتعامل بجد بجد ان ربنا بيحبك،
وانت بتحبه يقينا ان ربنا ما بيظلمش حد. اللي انت شايفه مشكله او ظلم ليك او مشكله كبيره فانت مش عارف، فالابتلاءات دي نعمه، ومفيش ابتلاء بيحصل غير لما ربنا بيكون نجدك من ابتلاء اعلى بكتير منه. يعني مثلا لا قدر الله لو انت عملت حادثه وعربيتك حصل لها حاجه، او لا قدر الله حصل لك انت حاجه، طبعا انت شايف ان الدنيا سواد، ان انت خلاص امورك اتبهدلت. لما تيجي تقيسها وتشوفها ان ده فداك بايه، هتفضل تتمنى ان ده هو اللي يحصل. ايه السؤال اللي دايما بيلف في دماغك حتى لو مش لاقي له اجابه؟ وبعدين ايه ده عموما؟ ده نقطه. وبعدين طول الوقت بقول لنفسي وبعدين، طول الوقت لما بحس ان انا جبت اخر الدواسه ومش قادر اكمل بقول لنفسي وبعدين. انت عايز تروح فين؟ انت اخرة اللي بتعمله ده ايه؟ طب ما تيجي نسيب كل ده ونمشي، نبدأ من جديد في حتة جديدة، بس نتعلم من اخطائنا. لو ما سألتش نفسك ولومت نفسك لما تغلط تبقى انت اله، ضيعت الفرصه. اله. ما بتسالش نفسك لان انت عارف انك ما بتغلطش، فانت اله. لو امنت ان في خطا، في ضريبه ما عشتهاش، يبقى في مشكله. عيش الضريبه زي ما تعيش اختيارك الصح اللي هيبقى بعد كده نتيجته كويسه. خليني اقول لك حاجه بسيطه جدا، لو ما فيش كره ما كانش تعرف الحب، لو ما فيش جوع ما كانش تعرف الشبع، لو ما فيش ناس وحشه كنا بقينا عايشين في جنه. في الاول وفي الاخر الدنيا امتحان كبير، فلو هي اصلا ما فيهاش اختبارات وماشي حياتك الجزء المسير على الله وسايبه يسهلهولك، والجزء اختياراتك الجميله، هتلاقي الدنيا معاك. لكن هي الدنيا صعبه قوي. خلينا متفقين ان لما حد يعلي ليفل الصعوبه نقول له انت اصعب من الحياه، لان من وجهه نظري مفيش اصعب من الحياه، وده اللي قاله لي جدي. اخناتين. انا كنت قاعد انا وفادي تمام، خليني بس احكي لك. انا كنت قاعد انا وفادي بنتكلم على اساسنا، فانا كنت قاعد كان في بتاع كده شبه البتاع بتاعت الفراعنه، فقال لي انت شكلك فرعون. فقلت له طب ما انا عارف، ما يعني انا كان بالنسبه لي حاجه عاديه، لا ومش عارف. فراح صورنا كده وبعتناها للاي اي، فقال ان انا من سلاله اخناتين. تمام، وده موجود بون ستراكشر بتاع جمجمتك بالظبط. نفس الرسمه يعني الجمجمه هي الجمجمه. طب انا بجد هحكي مره عن الموضوع ده، مش لان الناس اصلا ما عندهاش ثقافه الموضوع ده بصراحه. كده وشي مظبوط. ايوه بس الفاس وش بص بالكاميرا بالظبط. ايوه بس تسلم ايدك يا فندم، شكرا. 360 جاي. انت عارف ان الكلاب دي ازمتي في الحياه في التصوير هنا بجد. الكلاب دي اول مره اتكلموا من ساعه ما قعدوا. الناس بتاعت حقوق الحيوان تيجي تاخد الكلاب دي تراعيها. والله العظيم ما بعرف اصور منها. النار اللي جواك دي جايه منين؟ الطاقه والحماس، اللهم بارك طبعا. عشان حاطط اهلي قدام عيني الايام اللي عشتها قبل كده، وشايف عشان في حاجه برضه انا مؤمن بيها، ما اعرفش الناس كلها ممكن تبقى مقتنعه بده ولا لا. ربنا بيكون مسهل لك الدنيا طول الوقت طبعا، بس في حنفيه بتكون مفتوحه لو الناس فاهمه ان هي بتطلع فتره وفي غيرها دوره انه يطلع فتره، وفي غيره انه يطلع فتره، وفي غيره انه يطلع فتره، فانت حاول تستغل الفتره دي على قد ما تقدر. بص قيس دايما حياتك على الطبيعه، المطر ليه فتره، العاصفه ليها فتره، بحر بيجي عليه فتره بيزيد قوي بيخس قوي، واحنا اتولدنا وهنموت عادي كده. صح جدا. فوانت فوق ما تفرحش قوي، وانت تحت ما تزعلش قوي. انت اتبسط، حاول تتبسط، حاول على قد ما تقدر تستغل امكانياتك وتستمتع على قد ما تقدر. رحلتك كده هتاخدها. انا مبسوط ان الثقافه دي بقت موجوده بتاعت الكنز في الرحله. اه بس دي طول عمرها في حياتنا احنا، بس كجيل كنا واخدينها على الناس ستيريوتايب للناس بتضيع عمرها. انت لو جيت دلوقتي تقول اكتر من 75% من البشر استمتع بالرحله مش هيفرق، الكنز في الرحله مش هيفرق. ده لازال. تعال ننزل الشارع دلوقتي ونعمل كده. كويس ان هي تخطت 25% بقت موجوده. انت ممكن تكون حاسس ان هي موجوده عشان دايرتك، بس انزل شوف. في ناس ما تعرفش يعني رحله، في ناس ما تعرفش ان الحياه رحله. كان عندك مصطلح حلو قوي بتقوله على ستايلك في الحياه، تعمل ايه مع الحياه لو حابب انك ترقص باليه. تخيل نفسك وانت في الميه لو بترقص باليه، عمرك ما يجيلك شد عضل، عمرك ما تحس ان انت مرهق في الحياه في الدنيا. جرب كده تلعبها كانك بترقص باليه، تلف حوالين الدنيا بتتبسط.
عايش في حته تانية خالص. بحس ان هو ده. ايه حقيقه بدات تشوفها بوضوح الايام دي؟ الست دي صوتها طالع، انا متاكد ان قسما بالله ما في حاجه صعبه في الحياه. كل حاجه ممكن تتعمل، اي حاجه لو اديتها وقت وتركيز هي اتعملت. لغه، سكيلز، مشروع، دراسه، عربيات وموتوسيكلات وكلاب وناس بتتخانق، كلهم اتجمعوا في اللحظه اللي انا بعرق فيها. من وجهه نظري ملخص الحياه كل حاجه ينفع تتعمل ببساطه. لو في صوت في الباك جراوند لحد بيتخانق عادي، الدنيا فيها كده، دي حقائق. ايه حاجه كنت مصدقها زمان وشلتها من دماغك مؤخرا؟ كنتش مصدق على فكرة ان انا ممكن احقق حاجة بحلم بيها. كنت بس بحاول استمتع بالحلم عشان كنتش واثق انه ممكن يحصل. بس زمان يعني كنت مصدق ان انا ممكن اعمل صحاب بجد يفضلوا طول الوقت موجودين، مفيش حاجة تفرقنا. ومش شرط يبقوا وحشين عشان يتفرقوا على فكرة، ممكن نتشغل في الحياة، ممكن نتفرق. كنت مصدق ان صحابي دول هيكملوا، هم موجودين بس انا مثلا اعز ناس قريبة مني هو مسؤول في حياته ولا مسؤول في حياتي ممكن من شهرين مثلا 3 4 متكلمش، مش متقابلش. ما كنتش مصدق حاجه زي كده خالص. ما ابتديتش الموضوع ده من دماغي عشان الموضوع ده بيضايقني. ما كنتش مصدق ان ممكن في حاجه تبعدني عن اهلي، عن ناس بحبهم، عن ابتديت اعرف ان الحياه مش كده. الحياه بتشيل ناس من حياتنا وتحط ناس تانية ولما بتيجي تفتكر الناس اللي كانت موجوده في حياتك تتفاجئ اصلا هو بجد انا عايش كل الفتره دي وبتبسط وبزعل وباكل وبشرب وبخرج وهم مش موجودين. ده انا كنت فاكر ان هم لما يمشوا انا مت. ده انا كنت فاكر اني لما اسيب الشغلانه الفلانيه هموت. ده انا كنت فاكر اصل لما هم قالوا كنا بنعمل، هو قال المفروض يحصل. كوابيس، كل الجمل دي كوابيس تحط نفسك فيها، تكتف نفسك. كمان انت حر، ارقص باليه، ارقص باليه واتبسط. لو العالم كله وقف يسمعك نص دقيقه هتقول ايه وهحسبهم لك؟ قول لي انت. يلا. يلا. محدش يحبك قد اهلك. اي حاجه تقدر تعملها في شغلك. انا بجري هناك. اي حاجه تقدر تعملها. انا بجري هناك. ما تكرهش الخير لحد، محدش بياخد رزق حد. الاذى النفسي اخطر بكتير قوي من الاذى الجسدي. انا بجري. كل الناس اللي انت فاكر انت مش هتعيش من غيرهم هتقدر تعيش من غيرهم. الحب مهم بس في حاجات كتير اهم. يعني شريك حياتك لازم تعرف انك تقدر تعيش معاه مش بس تحب. انا بجري. حاول ما نأذيش بعض، حاول بس نجين. حاسس اني عايز اقول كده. الحاجه اللي نفسك تفضل فاكرها دايما؟ كل حاجة بتحصل في حياتنا هي خير. أهلي موجودين، إن الحياة رحلة، وحاول دايما أرقص باليه واتبسط. حاولت أجيبها مرة واحدة. يلا أنا بسيب. اخر سؤالين. اخر سؤالين. حبك للحياه والناس الايام دي، مش الحب العاطفي، الحب كفكره عامل ازاي؟ الحب إنك تعرف تعيش مع شخص يخليك الحياة سهلة، أهم بكتير أوي من إنك تعيش مع حد بتحبه وأنتوا مش عارفين تتبسطوا. فإنك لما تحب حد تحب إنه يكون مبسوط، تحب إنه يكون ناجح، تحب إن أنت تستمتع برحلتك معاه. فكل ده تحت انك عارف تتعامل معاه، تحت انك عارف تعيش معاه. لان ممكن الشخص اللي تحبه عيوبكم تبقى واحده، هو مكعب بيركب في مكعب، لو العيوب دي هي العيوب دي مش هيركبوا. فانك تعرف تعيش مع شخص اهم بكتير قوي من انك تبقى بتحبه قوي. لان انت لو جيت تفكر ان انت هتعيش مع شخص فانت اوريدي بتحبه. فالحب كده كده لو مش موجود انت مش هتفرض على نفسك فكره انك تعيش معاه. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، كومنت، شير. خش قول لي ان انا جامد جدا وعامل حلقه جامده، خش قول لي ان دي كويس، خش قول لي ان صبري تعب معانا، فادي تعب معانا في التفاصيل كلها. وان شاء الله ان شاء الله يعني ال 300 400 500 واحد يقولوا لي ان الدنيا تمام. احنا قد ايه تعبنا في السكريبت؟ يعني كتر خير الدنيا، كتر خير الدنيا ده تسوقي خلص. بجد. ما حصل، هنعمل ايه كات يعني.